السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا بقى النهارده نعمل مخلل البصل كده في البيت بطريقتنا كده، واحلى من بتاع بره بكتير. بص عامل ازاي ما شاء الله، ما خدش مننا وقت خالص. يلا واحدة واحدة كده نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة انا حطيت البصل في المية ويا دوبك اول غلوة وطفيت عليه، يعني ما خليتوش يستوى. اول غلوة بس كده قلب معايا ورحت اطفي عليه عشان القشرة وانا بقشره يبقى ايه سهلة معايا. هنقشره بقى من فوق ومن تحت كده بالسكينة ونقشره بإيدينا، هنلاقي القشر سهل أوي. وأجيب بقى طبق كده وأحط الكمية اللي أنا هقشرها. ولو لقيتي بصل أبيض برضو حلو مش وحش، بس أنا عشان بصراحة ما لقيتش قالك الشوية دول، فأنا جبت الأحمر، يعني يمشي أحمر وأبيض. ونفس الوقت ده برضو بياخد أسبوع وده بياخد أسبوع. هو سهل أوي. بصي بعد ما خلصنا الكمية كلها أهو وقشرناها، معايا بقى هنا الدقة اللي هي الفلفل الأحمر، أنا عاملاها وحطاها في الفريزر. نحط فيها على البصل كده بتاع معلقتين كبار هريسة الشطة كده، ومعايا جزراية مبشورة. لازم ندلع المخلل بتاعنا كده عشان يفتح نفسنا على الأكل، بدل بقى ما نشتريه من بره شوية قد كده يقولك التمن مثلا هاتي 30 جنيه ولا 40 جنيه. لا، احنا نعمل كمية كل ما تخلص نعمل غير. حط بقى هنا كده ب4 معالق من الملح. دي معلقة دي مية دافية غليتها وسبتها تدفى شوية. وهنزل بمعلقة كبيرة من السكر. السكر طبعا هيخلي البصل معايا ايه، مقرمش كده وحلو تحت واحنا بناكل. هنقلب حلو الملح كده والسكر قوي. هنمسك بقى الطبق اللي فيه البصل كده والمكونات اللي احنا حطيناها الجزر مع الهريسة، ونقلبهم حلو قوي ونحطهم بقى ايه على المية. بعد اسبوع بالظبط كده هتاكلي احلى بصل. هنزل بقى الكمية كده كلها في العلبة. والله ريحته قبل ما يتخلل ريحته حلوة قوي. جنب اي اكلة بقى طلعي كده بصلتين وكل. هنغطيه بقى ونسيبه ايه اسبوع، اسبوع بالظبط. ماشي. بس عامل ازاي ما شاء الله. بعد ما استوى بقى هوريهولكم. ده كده هغطيه وهسيبه بقى ايه اسبوع. وبعد ما يستوي طبعا هو ايه هنشوفه مع بعض. هنا انا نقلته طبعا في علبة صغيرة لان العلبة لقيتها كبيرة. بصي ما شاء الله. بصي مش مستحمل. بصي البصلاية بتبظ منها. ايه رأيك؟ اتمنى يا رب تجربوه كده وتقولي لي ايه رأيكم بقى. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. اتمنى يا رب اشوفكم على الف خير في رعاية الله يا حبايبي.